هاي الوصفة راح تصير وصفتكم المفضلة لصينية الدجاج. اخترت لكم أروع وأسهل تتبيلة لصينية الدجاج، هالأكلة يلي الكل بتفق على حبها وما في بيت بستغني عنها. الدجاج دايب دوب جوسي غرقان بالنكهات، الطعم بصراحة خطير، لازم تجربوها. ومع صينية الدجاج الخطيرة راح أحضر الرز المكسيكي الرهيب، طبق مختلف عن أنواع الرز يلي متعودين عليها، بجنن، طعمه خطير، بيجمع بين أفخم وصفتين للرز، المندي والكبسة. ما بدي أطول عليكم، يلا نبدأ بوصفة اليوم. ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم إشعار بوصفاتي أول بأول. رح نبدأ وصفتنا بتجهيز التتبيلة الرائعة لصينية الدجاج. البهارات يلي راح نحتاجها لتتبيل الدجاج: معلقتين صغار بهار دجاج، معلقة صغيرة حبهان مطحون، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة شطة مطحونة، معلقة كبيرة ممسوحة ملح أو حسب الرغبة، ومعلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة بصل بودرة. وهلأ رح أضيف ربع كوب زيت زيتون، ومعلقتين كبار شطة حارة سائلة اختياري، والبديل للشطة الكاتشب الحار. ورح أضيف معلقتين كبار دبس رمان، بيعطي حداقة كتير لذيذة للدجاج، ومعلقتين كبار معجون طماطم، وعصير ليمونة، ومعلقة كبيرة من الكاتشب. بعد ما ضفت كل مقادير التتبيلة رح أمزجهم مع بعض منيح بالمضرب اليدوي. ممكن إضافة معلقتين كبار من اللبن الزبادي للتتبيلة. طبعا كلنا بنعرف إنه اللبن بيعطي طراوة للدجاج وبيطلع الدجاج طري وجوسي. هلأ رح أضيف للتتبيلة كوبين مي بحرارة المطبخ، استخدمت الكوب المعياري، سعة الكوب 250 ملي. بحرك التتبيلة منيح مع المي، وهيك بتكون التتبيلة الفخمة صارت جاهزة. عندي هنا 4 قطع من أوراق الدجاج. طبعا بإمكانكم تستخدموا دجاجة كاملة أو دجاجة مقطعة، الخيار إلكم حسب شو بتحبوا. بسكب نص التتبيلة على قطع الدجاج، والنص التاني من التتبيلة رح أتبل فيه الخضار. بعد ما ضفت التتبيلة للدجاج رح أفرك الدجاج بالتتبيلة كتير منيح. طبعا ضروري تعملوا شرحات بالسكين بقطع الدجاج حتى يتشرب التتبيلة. ضروري نتأكد إنه قطع الدجاج اتغلفت منيح بالتتبيلة. هلأ رح أترك الدجاج منقوع بالتتبيلة من ساعة لساعتين على الأقل حتى يتشرب النكهات. كل ما طول بالتتبيلة بيطلع أطيب. بالنسبة للخضار يلي راح أضيفها مع صينية الدجاج، بإمكانكم تضيفوا أي نوع خضار بتحبوه. بالنسبة إلي راح أضيف بطاطا، الكمية حسب الرغبة. طبعا بفضل إنه البطاطا تكون مقلية لأنه أطيب بكتير وبتفرق بالطعم. البطاطا بتكون مقلية نص قلية، يعني مش مستوية تماما. بالنسبة إلي بفضل إنه نقطعها لحلقات تكون عريضة شوي حتى ما تدوب بالصينية وهي بالفرن. هلأ رح أضيف على البطاطا النص التاني من التتبيلة، وبقلب البطاطا كتير منيح مع التتبيلة حتى تتشرب نكهة البهارات وتاخد لون وطعم التتبيلة. وعندي كمية من البصل مقطع لحلقات رح أتبله بنفس التتبيلة. وهلأ مثل ما انتو شايفين رح أوزع البطاطا بالبايركس أو الصينية حسب المتوفر عندك. ومثل ما ذكرت في بداية الفيديو بإمكانكم إضافة أي نوع خضار بتحبوها مع البطاطا والبصل. وهلأ رح أوزع كمية من البصل، رح أوزع كمية من الثوم الصحيح. الكمية حسب رغبتكم، كتير بفرق بالطعم، ممكن يكون صحيح وممكن مهروس حسب الرغبة. بعد ما وزعت الخضار رح أوزع عليها قطع الدجاج.
هلأ بوزع باقي كمية الصوص على الدجاج، وهيك بتكون الصينية جاهزة حتى ندخلها الفرن. وبدخله فرن محمى مسبقا في الرف الوسط على حرارة متوسطة، بياخد بالفرن ساعة. طبعا لأني مستخدمة أوراق الدجاج مثل ما أنتوا عارفين ما بتاخد وقت كتير، لو دجاجة كاملة بتاخد ساعة ونص تقريبا وحسب نوع الفرن. وقبل ما أدخل البايركس الفرن راح أغطيه بورق قصدير. بالوقت يلي فيه صينية الدجاج بالفرن راح أحضر معكم الرز المكسيكي الفخم ونقدمه جنب صينية الدجاج، يعني أكلتين ولا أروع. بطنجرة على نار وسط راح أضيف معلقتين كبار من السمنة، ومثل ما بذكر بكل وصفة رز إنه الرز بيعتمد على السمنة حتى يطلع طعمه أطيب وريحته بتجنن. بس تدوب السمنة وتسخن بنزل بصلتين وسط مفرومين ناعم وبقلب شوي، وبعدها بضيف معلقة كبيرة توم مهروس. بقلب البصل مع التوم لعند ما يدبلوا. بعد ما دبل البصل والتوم راح أضيف حبتين من الفلفل الرومي الألوان مفرومين ناعم. بقلب البصل والتوم مع الفلفل الرومي لعند ما يدبل الفلفل. بعد ما دبل الفلفل الرومي بضيف حبة طماطم مفرومة ناعم ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم. هلأ بقلب الخضار وببلش أضيف البهارات يلي بنحتاجها: معلقة كبيرة بصل بودرة، معلقة كبيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة توم بودرة، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة شطة مطحونة حارة، نص معلقة صغيرة من القرفة. بقلب البهارات مع الخضار منيح حتى تطلع ريحتها وتتشرب الخضار نكهة البهارات. طبعا بإمكانكم إضافة أي بهار بتحبوه للرز بالإضافة للبهارات يلي ذكرتها. بعد ما ضفت البهارات راح أضيف 3 أكواب من رز بسمتي حبة طويلة. بقلب الرز مع الخضار، وضروري نعطي الرز وقت بالتقليب حتى تتغلف حبات الرز بالسمنة، وهاي خطوة مهمة حتى ما يخبص معكم الرز ويطلع نثري. راح أضيف لكل كاسة رز 2.5 كاس مرقة. استخدمت مرقة دجاج كانت موجودة عندي، وممكن مرقة لحمة. طبعا معيار المرقة حسب نوع الرز، ممكن 2.5 كاس وممكن 2 كاس، برجع بكرر حسب نوع الرز. بعد ما ضفت المرقة بترك الرز على نار وسط لعند ما يغلي. بعدها بهدي النار على الآخر، يعني النار تكون هادية جدا، وهاي كمان ملاحظة كتير مهمة حتى ما ينحرق أو يلزق، وبتركه يستوي براحته. ما بضيف معيار المرقة مرة واحدة حتى ما يخبص الرز، بضيف نص مقدار المرقة بالأول، وبس يتشرب النص الأول من المرقة بهدي النار على الآخر، النار تكون هادية جدا. وبعدها ببلش أضيف باقي مقدار المرقة بالتدريج لعند ما تتفتح حبات الرز ويستوي تماما. بهاي الطريقة مستحيل يخبص معكم الرز، وبإذن الله رح يطلع معكم نثري وكل حبة بحبتها. الرز المكسيكي الفخم صار جاهز. صار وقت التقديم واللحظة المنتظرة، صينية الدجاج بعد ما طلعتها من الفرن. يا سلام على اللون والريحة، لازم تجربوها. وطعم التتبيلة خطير، ولون الدجاج بيفتح النفس بجد. هاي التتبيلة تعتمد. وبنهاية الفيديو بتمنى تكونوا استمتعتوا بوصفة اليوم، بانتظار تطبيقاتكم، وما تنسوني من دعواتكم. دمتم بخير.